السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ويوم جديد، وتعالوا نشوف كده مع بعض هنعمل ايه. قبل ما نبدأ الفيديو بفكركم حبايبي اللي أول مرة يشوف القناة يا ريت تشترك معايا في القناة وفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد، ويا ريت آخر الفيديو تحطي لي لايك وما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو. النهارده هنعمل بقى شوية حلويات كده هوت عشان نحلي بيها بقنا من الجلاش برضه. إحنا آخر مرّة كنا عملنا جلاش بال بال بالجبنة، المرّة دي بقى هنعمل جلاش حلو. زي ما أنتِ شايفة كده بتقطّعي الجلاش بالطول على قد العرض اللي أنتِ عايزاه كده، وتخلّيهم ورقتين أحسن فوق بعض كده علشان يكون إيه، مورّق كده وطعمه حلو. بعد ما بتعمليه كده بتبدئي إن أنتِ تحطّي كده حتّة سمنة علشان الجلاش ما يلزقش في بعض، وتحطّي بقى الحشوة اللي أنتِ عايزاها. هنا بنحط حشوة جوزة الهند، أنا ما باحبهاش خالص بصراحة حشوة جوزة الهند، بس في ناس تانية معانا إيه في البيت بيحبوها. علشان كده بقى إيه، كل واحد ممكن تعملي شوية حشوة، كام صباع كده حشوة جوز الهند، وكام صباع كده تحطي زبيب، تحطي فول سوداني، أي حاجة. في ناس بتحبها سادة، يعني أنا باحب أوي الجلاش سادة. في ناس بتحبه صوابع، في ناس بتحبه اللي هو المبطط ده، على حسب بقى ما أنتِ عايزة تحشي. فبعد كده بنرصه في الصينية ونبدأ ندهن إيه، الوش بتاعه كده إيه، بالسمنة. طبعًا دي يا جماعة مش إيدي، دي إيد بنوتة جميلة كده إيه، بنشغلها في الحاجات ديّة وهي بتحب تعمل الحاجات ديّة. وأنتِ برضه في بيتِك علّمي بنتِك إن هي إيه، تشغِل نفسها وتبعد عن الموبايل، تبعد عن أصحاب السوق، تبعد عن التلفزيونات، تبعد عن الحاجات دي، وفي نفس الوقت تساعدِك، وفي نفس الوقت إيه، يكون في روح كده وترابط في الأسرة ومساعدة وكمان الولاد لمّا بيعملوا حاجة بإيديهم بيحسّوا بتعب الأم، وبيحسّوا إزاي هي بتتعب في الحاجة، وبيخافوا على الحاجة، وبيقدّروا الأم ساعتها. فحاولي تخلّي بناتِك، مش بس البنات والله، البنات والأولاد خلّيهم دايمًا يساعدوكِ. أنتِ كده يعني هتكسبي حاجات كتير. أولًا هتشيلي من إيديهم الموبايل ده خالص، اللي هو جاب لنا الكافية ده والله من ساعة ما الولاد عرفوا الموبايل وهُم جابوا لنا الكافية. ثانيًا هتبعديهم عن الشارع، هتبعديهم عن أصحاب السوق، عن التلفزيونات، عن الكمبيوتر، عن البلايستيشن، عن الحاجات اللي طلعت لنا ديّة من تحت الأرض يعني بصراحة. طيب بُصّوا بقى دلوقتي هنعمل صينية تانية، الصينية التانية بقى هنفرد فيها كده أهي، شايفين الشطارة؟ بُصّوا بقى بنتني كده الحروف. والله بنوتة شطورة جدًا ما شاء الله عليها. أهي بتتني الحروف ودهنت الصينية بالسمنة، وهتعمل بقى إيه، اللي هو الجلاش الحلو اللي هو بيبقى قطع كده مبططة كده شرايح في بعض غير الصوابع. آآ دي بقى أنا باحب الصينية دي أوي بصراحة، يعني تقريبًا آآ هُم سابوا الصوابع بتاعتهم اللي كانوا عاملينها وكلوا من ديّة، دي جميلة جدًا باحبها، وهنحشيها دلوقتي بالسكر وبالقرفة هتبقى طعمها حلو أوي. تاخدي كانت كده ورقتين، ورقتين وتتنيهم كده زي ما البنوتة الأمورة ديّة بتتني كده، وتبدئي إن أنتِ إيه، تحطّيهم فوق بعض، وبعد كده بقى تحطّي في النُص الحشوة اللي أنتِ عايزاها. بس عايزة أقول لكم بقى إحنا هنحشيها قرفة، بُصّوا جمال القرفة وحلاوتها، ده بقى مش عايزة أقول لكم طعمها كان عامل إزاي. والله تحفة، 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 ومش عايزة أقول لكم قالوا لأ إحنا ما بنحبهاش، بس هي دي اللي خلصت الأول. عايزة أقول لكم هي دي اللي خلصت قبل التانية، مع إن أنا اللي قُلت أنا باحب دي ونحشيها قرفة. لكن قالوا إيه، لأ إحنا عايزين جوزة الهند، قُلت لهم خلاص نعمل صينية وصينية. راحوا في الآخر سابوا بتاعة جوزة الهند وكلوا معايا القرفة بالسكر، فكان طعمها رهيب. وطبعًا مغذية وحلوة، أنتم عارفين القرفة بقى وفوايدها، وممكن في ولاد ما بتحبش تاكل أو تشرب القرفة كده بيحبوها على الحاجات ديّة. جربيها كده وأنتِ هتعجبِك جدًا وهتعجب الولاد أوي. أنتِ طبعًا بتزُقّي لهم الحاجات اللي هُم ما بيحبوهاش ديّة فين، في الحشوات والأكلات اللي زي كده. يعني ما ت يعني بُصّي ما تسيبيش الولاد يمشوا على كيفهم، لإن هُم لو مشوا على كيفهم هياكلوا الشيبسي وهياكلوا البيتزا وهياكلوا الحاجات اللي هُم بيشتروها من الشارع ديّة. فأنتِ حاولي تحطّي لهم الأكل بطريقة حلوة، وما تعوّديهمش على الأكلات ديّة على طول، يعني عوّديهم على الحاجات الصحية عشان ما يتعبوش.
لأن طبعًا إحنا عارفين يا جماعة الولاد بتتكوّن من صغرهم، فبصراحة الأم والأب هُم اللي بيشيلوا ذنب أولادهم، لإن هُم اللي بيعوّدوهم على الأكل الحلو أو الأكل الصحّي أو الأكل الوِحِش. فطبعًا في أمهات كتير تروح مثلًا عاملة للولاد إيه، شاي بلبن وتروح مزوّدة لهم السُكّر لغاية ما العيال ياخدوا على طعم السُكّر وما يقدروش إن هُم يستغنوا عن السُكّر. فأنتِ لأ، أنتِ يعني اعملي لابنِك حاجة يشربها بس قلّلي له السُكّر، علشان أمّا يكبر ما يتعوّدش على السُكّر الكتير، ويقول لِك أنتِ يا ماما اللي عوّدتيني. في ناس تانية تقوم معوّدة ولادها على الملح الكتير، لغاية ما بنشوف ولاد صغيّرين يعني للأسف بيبقى عندهم نسبة الأملاح عالية جدًا، فده طبعًا بيأثّر على الكلى، فأنتِ كده هتشيلي برضه ذنب ولادِك. طيب عندنا ناس عوّدت ولادها على المخلّلات جنب الأكل، فالولاد بقوا مدمنين مخلّل، أنتِ ممكن تعملي له سلطة، ممكن تجيبي له جرجير، ممكن تعملي مثلًا يعني زبادي يعني يعني اللي هي سلطة الزبادي. تحطّي له بنجر، تحطّي له مثلًا بصل، الحاجات دي حلوة، يعني غير ما الولد يتعوّد على المخلّلات وبتبقى حوادق، 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 فطبعًا يعني إحنا بندمّر أولادنا بنَفْسنا، يعني وبنصرف فلوس قد كده علشان ندمّر أولادنا، خلّي بالكم. ده غير طبعًا الحلويات، وروح يا ابني هات لك كيكة والولد زعلان وتيجي من برّه وأنتِ جايبة له كيكة وجايبة له شوكولاتة وجايبة له مش عارفة إيه، وتبوّظ سِنان الولد وأنتِ فاكرة إن أنتِ كده بتبسطيه، أنتِ كده بتبسطيه يعني مؤقتًا، لكن لمّا بيكبر شوية بتلاقي معاناة من اللي أنتِ عملتيه فيه، يعني والله أنا بالاقي ولاد صغيرين سِنانها كلّها بايظة، بايظة. كل شوية عند الدكتور، كل شوية بيشيلوا سنان، كل شوية بيخلعوا ضرس، كل شوية سنانهم واجعاهم يا عيني، والله بيصعبوا عليَّ، بس مين اللي عمل فيهم كده؟ هم مش الولاد اللي عملوا كده نفسهم، هم الآباء والأمهات، فخدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم من البيبسي والكنز والحاجات دي، أنتم بتضروا أولادكم، بتضروا أولادكم، فحاولوا دايمًا في البيت تعملوا لهم حاجات حلوة، مفيدة، صحية. آآ وتعوّدوهم على الأكل الكويس، يعني أملاح مش كتيرة، سكريات مش كتيرة، آآ أكل من برّه مش كتير، فأنا بالاقي دلوقتي حتى الأمهات يعني بدل ما تتعب نفسها الصبح وتعمل لولادها ساندوتشات أو حتى تفطّرهم قبل ما بيروحوا المدرسة، بتروح مديّة كل عيّل 20 جنيه والّا حاجة، وتقول له اشتري لك بقى كيس شيبسي على حتّة كيكة، كده، وتكون محضّرة له علبة عصير. فطبعًا إحنا كده يعني ضرينا أولادنا بالثلث، يعني حضرتِك بدل ما تحطّي له خياراية، جزراية، بيضاية مسلوقة، ساندويتش مثلًا جبنة، لأ أنتِ بتأذيه، فحرام والله. فطبعًا إحنا كده أهو نرجع بقى للحلويات بتاعتنا، أنا بس إيه، كنت بافهّمكم، يعني لإن الحاجات دي بتغيب عن ناس كتير، ناس كتير فاكرين إن هُم كده بيعملوا الصالح لولادهم، لأ والله أنتِ بتعملي أكبر غلط. على العموم يا جماعة كده دي ص ال الر أدي أهو الجلاش طلع تحفة، 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 جرّبوه بالطريقة دي، وهنا هنسقيه كده بالسكر والعسل، تحفة، جميل، يا ريت تجرّبوه وتقولوا لي طعمه عجبكم بالقرفة والسكر والّا لأ، اكتبوا لي كده وابعتوا لي في الكومنتات وقولوا لي جرّبتوه والّا لسه، ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ويا رب ما أكونش إيه طوّلت عليكم. على العموم حتى لو طوّلت عليكم وده الصوابع أهي، معلش استحملوني أنا أختكم، يالّا أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.